MRSA ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكوس اوريوس. ايه القرف اللي انا قلته ده؟ لو عايز تعرف هات ورقة وقلم ويلا بينا. اهلا وسهلا بيك يا صديقي في الدرس الثالث من كورس فليجا. النهارده ان شاء الله هنتعلم MRSA، مرض MRSA. لو انت جديد اول مره تتفرج عليا، انا عامل كورس فليجا، وبما ان دي الحلقه الثالثه فاكيد في حلقتين تانيين خش اتفرج عليهم. للعلم يعني انا بشرح حاليا كورس فليجا بالالماني والعربي. طب ليه بتشرح بالالماني والعربي؟ ده اكيد سؤال بيجي في بالك دلوقتي، لان انا بمنتهى البساطه انا لسه بادئ محتوى من 5 شهور. جربت اعمل فيديوهات بالالماني بس عن فليجا وفيديوهات بالعربي، لقيت الناس بتتفاعل اكتر مع العربي وعايزين يسمعوا عربي، فعشان كده انا بشرح الالماني بالعربي. فلو انت يعني شايف ان مستواك عالي، استناني ان شاء الله لما ربنا يكرم واخلص الكورس دوت في كورس تاني هيكون اوف دوج، وقتها برضو ممكن ناخد وندي مع بعض بالدوج. حاليا هنشرح الدرس بتاع النهارده بالعربي، وبعد كده هشرحه بالالماني، اختصارات تقدر تستخدمها من سوزامن فاسونج من التلخيص بتاعي انا الشخصي. تعالى بقى نبتدي. MRSA، أول حاجة حرف الإم ميتيتسيلين. Was ist ميتيتسيلين؟ ميتيتسيلين das ist ein Antibiotikum، مضاد حيوي. بعد كده عندنا حرف الإر resistent، يعني إيه؟ يعني مقاومة. يعني إيه الكلام ده؟ Lass mich erstmal auf Arabisch das erklären. سيبني بقى أشرح لك بالعربي الأول، وبعد كده هقول لك سطر واحد بمعنى اللي أنا قلته بالعربي. بص يا صديقي، أنت بتدي المضاد الحيوي عشان تقتل البكتيريا المسببة للعدوى. في حالة ريزيستنت البكتيريا بتقول له انت مالكش لازمة، انت ولا تفرق معايا اصلا. الموضوع عامل زي واحد راح يقتل واحدة، فالواحدة دي اتصاحبت عليه، خرجوا مع بعض، شربوا 2 ليمون، ففي الاخر قلبت قصة حب وبقوا حبايب. هو ده اللي بيحصل مع المضاد الحيوي. انا عارف ان هو مثال زبالة، بس هو هيثبت معاك المعلومة. انت داخل تدي المضاد الحيوي عشان خاطر تقتل البكتيريا اللي هي عاملة لك مشكلة في جسمك وعاملة لك عدوى، فالبكتيريا بتتعايش وتتكاثر ولا شايفة المضاد الحيوي. تعال نختصر ده بالألماني في سطر واحد بس. هنقول بالألماني دي Bakterien können trotz Antibiotikum überleben und sich vermehren. البكتيريا رغم المضاد الحيوي هتتعايش وتتكاثر وهو ملوش لازمة. فأنا بالنسبة لي دي كافية. بعد كده عندنا ستافيلوكوكوس حرف الاس، أنا مش هتكلم فيه كتير، ده نوع من أنواع البكتيريا. Das ist ein Art von Bakterien. بعد كده عندنا كلمة أوريوس، das ist ein latinischer Wort oder latinischer Begriff bedeutet golden، معناها ذهبي، وده لأنك لما بتشوف البكتيريا تحت الميكروسكوب بيكون لونها ذهبي. فدول ال4 حروف. طيب يا صديقي، أي مرض من هنا ورايح في السلسلة هنجهز له ديفينيسيون، فانا مجهز لك برضو ديفينيسيون محترم تقوله لو حد قال لك was bedeutet MRSA، هنقول MRSA sind Bakterien die gegen das Antibiotikum Methicillin und andere Antibiotika resistent sind. هي بكتيريا مضادة للميتيتسيلين والبعض المضادات الحيوية الأخرى. ده بالنسبة لي كافي وحلو جدا، بارك الله فيما رزق. بعد كده عندنا أوباتخاجونج يعني طرق النقل. أي طرق نقل في الدنيا يا صديقي يا مباشر يا غير مباشر. مباشر إيد في إيد، كتف في كتف، أي حاجة لطت بعضيها. غير مباشر زي مثلا أنت رحت فتحت الباب وديك عليها بكتيريا، جه صاحبك مسك الباب بعد منك لبس. نفس الكلام ده بيحصل في الهدوم، في الكلايدون، بيحصل في الأسطح، بيحصل في الجريطة، ده كله غير مباشر. تعالى برضو نقول ده بالألماني في سطرين. ديريكت يبقى دي هند وده دوش direkte Berührung von Person zu Person، يا إما عن طريق الإيد أو التلامس ما بين شخص والتاني. Indirekt über die kontaminierten Flächen، Geräte، Kleidung، Bettwäsche، أي حاجة من الحاجات دي. يعني لما يكون في تلامس ما بين الأسطح اللي هي كونتامينيرت اللي عليها بكتيريا أو الهدوم أو الأجهزة. وخليك فاهم برضو إن MRSA ممكن تتنقل فونتيا سومنش، ممكن يعني تتنقل من حيوان لإنسان. دول طرق النقل اللي احنا المفروض تعرفهم بالنسبة لك، ودي حاجة كويسة. يبقى ديريكت، تعال نراجع لهم بالألماني بقى، نتكلم عنهم ورا بعض بالألماني. ديريكت über die Hände oder durch Berührung von Person zu Person. Indirekt durch kontaminierten Flächen, Geräten, Kleidung, Bettwäsche. MRSA kann auch von Tier zu Mensch übertragen werden. يبقى دول بالنسبة لي في طرق النقل. بعد كده يا صديقي، طب هي MRSA دي موجودة فين؟ بما انها دلوقتي هتتنقل، هتلاقيها فين في الجسم؟ ممكن تلاقيها في الهاوت، ممكن تلاقيها في النازة، في الراخن،
في الضعم، ممكن تلاقيها في الزكريت، ولو في فوند هتلاقيها في فوند زكريت، لو في قسطرة مثلا ممكن تلاقيها في الأوغين، ممكن تلاقيها في البلوت. دي كلها الأماكن اللي بيكون موجودة فيها الام ار اس اه. في أماكن كتيرة بتبقى يعني بيتواجد فيها الام ار اس اه بكثرة. خفش بيزيد بغايشة أكتر الأماكن اللي ممكن يحصل فيها بيزيد تكون البكتيريا موجودة فيها زي الأكسل، اللايستا، البيغ انال بغايش. دول أكتر أماكن ممكن تلاقي فيهم ام ار اس اه. بعد كده يا صديقي ايه اللي بيحصل دلوقتي بعد لما انت بتاخد البكتيريا؟ هل هيحصل لك مشاكل ويحصل لك امراض على طول ولا ايه اللي هيتم؟ هنا في حاجتين. الحاجه الاولانيه اسمها كولونيزاسيون وحاجه اسمها انفكسيون. كولونيزاسيون وانفكسيون. طب انفكسيون واحنا عارفينها عدوى، ايه كولونيزاسيون ده نوع من انواع الكريبات ده ولا ايه بالظبط؟ تعال اما احكي لك. بص يا صديقي، انت دلوقتي ممكن تكون حامل للبكتيريا بس ما عندكش مشاكل خالص، وده بالظبط هو اللي بيحصل في حاله الكولونيزاسيون. انت بيكون عندك يعني ممكن الميكروب يكون في جسمك بس مش عامل لك امراض، فانت بالنسبه لك الموضوع ولا اي حاجه ولا يفرق معاك. فده لو احنا عايزين نقوله بالالماني مثلا، ممكن مجهز لك سطر برضه كده بالالماني، ممكن نقول ام ار اس ا lebt auf oder im Körper in Nasen, Rachen, Darm irgendwo ohne krank zu machen، من غير ما تعمل امراض. في حاله بقى الانفكسيون يبقى ام ار اس ا dringt in Gewebe im Blut und verursacht Krankheiten. في الوقت دوت هتعمل لك امراض. يبقى انا دلوقتي عرفت ان في كولونيزاسيون وفي انفكسيون. طب يا سيدي انا عايز افهم حاجه دلوقتي برضو، طب ليه في كولونيزاسيون وفي انفكسيون؟ إيه اللي عرفني يعني إيه الفيصل في الموضوع؟ ليه ده عنده ده وليه ده عنده ده؟ هنا يا صديقي الدور بتاع جهاز المناعه مهم جدا، دي هرمون سيستيم. وهنا خليني اقول لك سطرين كده بالالماني برضو اختصارا لجهاز المناعه. ممكن نتكلم نقول بالألماني مثلا das Immunsystem schützt den Körper von MRSA und andere Bakterien. هو بيحمي جسمنا ما بين من الام ار اس ا والبكتيريا التانية. bei einem starken Immunsystem، يعني بعد واحد عنده جهاز مناعة شديد، bei einem starken Immunsystem also bei gesunden Menschen löst MRSA keine Infektion aus. Diese Leute sind mit MRSA kolonisiert, sind aber nicht krank. الناس دي ممكن تلاقيهم عندهم ام ار اس ا بس مش تعبانين، ما عندهمش امراض. عشان كده الجهاز المناعي يعني ممكن نقول عليه بالالماني das Immunsystem ist entscheidend für die Gesundheit، هو يعني حاجه حاسمه للصحه بتاعتك. وهنا يا صديقي هننتقل لسؤال مهم جدا ولازم تعرفه، مين اكتر الناس المعرضه ان هي يجي لها مرض الام ار اس ا؟ Wer sind am meisten gefährdet sich mit MRSA anzustecken؟ مين اكتر الناس اللي هي معرضه يجي لها مرض الام ار اس ا؟ والمفاجاه يا صديقي ان انت هتحضر السؤال ده واستناني في الفيديو اللي جاي.